بتحكي صاحبة القصة وبتقول: بعد طلاقي من جوزي، ابن أختي حطلي حاجة في العصير عشان أعمل اللي عملته ده، وما تخيلتش إنه أنا أتحايل عليه وأطلب منه كل اللي حصل وأكون بالشكل ده، واللي حصل حاجة محدش هيصدقها وما ترضيش ربنا. وفي يوم صحيت من النوم على تليفوني بيرن، ولما رديت طلعت أختي بتقولي: اعملي حسابك، هم حددوا الفرح وهيكون بعد شهر واحد، وانتي أول واحدة تعرفي علشان تظبطي نفسك ودروس أولادك، علشان ما تجيش وتقوليلي أنا مشغولة، وتيجي وتقعدي معانا شوية قبل الفرح وكمان بعد الفرح. وفعلا فضلت أتكلم مع أختي وقلت لها أكيد هاجي، ده أنا اللي هعرفها وكمان هعلمها كل حاجة، ما أنا عارفة إنه هي بنت خايبة وملهاش في أي حاجة خالص. وفضلت أضحك وأهزر لأنه أنا من النوعية اللي بتحب الهزار والضحك، وطول الوقت كمان كنت عايشة لوحدي أنا وبناتي. من بعد ما انفصلت عن جوزي قلت أكيد هروح لأختي قبل الفرح لأنها عايشة في محافظة تانية بعيد عننا. قلت هروح قبلها بفترة تغيير جو أحسن من الملل اللي أنا عايشة فيه. وفعلا أنا كنت بحب أختي قوي. ومرت الأيام لحد ما عدى أسبوعين لقيت أختي بتتصل عليا وبتقولي: انتي عارفة، علشان احنا في الأرياف فعندنا عادات وتقاليد، والبيت من قبل الفرح، من أول ما حددنا الفرح تقريبا كل يوم عندنا ضيوف، وأنا محتاجالك معايا. وفعلا قلت لأختي: خلاص أنا هنزلك بكرة. وفعلا دخلت أوضتي علشان هحضر شنطة السفر اللي هنسافر بيها، لكن بقيت محتارة ايه اللبس اللي هاخده، وهل اللبس ده ينفع مع الأرياف ولا لأ، لأنه أنا من النوعية اللي كنت متحررة شوية في لبسي وما كانش بيهمني كلام الناس ولا بيفرق معايا حد. وفعلا أخدت اللبس اللي أنا عايزاه واللي طول الوقت اللي كان مبين جمالي. وتاني يوم نزلت عند أختي، لكن أول ما شافتني كانت مستغربة قوي وبتقولي: انتي بتمشي كده ازاي؟ لأنه هي ما كانتش جاتلي من زمان وما كانتش عارفة انه أنا اتغيرت بالشكل ده. قالت لي: عيب اللي انتي بتعمليه ده، احنا هنا في الأرياف والناس هتتكلم عليا وعليكي، ولما تيجي خارجة في الشارع أو طالعة برا البيت هاتيلك عباية سودة من دولابي والبسيها. وطبعا فضلت قاعدة في البيت وما كنتش بخرج أصلا، وقاعدة أضحك وأهزر مع أولاد أختي لأنه كانت بنتي أختي العروسة بحاول أفرفشها شوية وكمان أعرفها وأعلمها حاجات كتير. وكان قاعد معانا ابن أختي وهو كان واخد عليا بزيادة عن اللزوم، بيهزر ويضحك معايا طول الوقت لحد ما لقيته في يوم بيقولي: ايه الحلاوة دي كلها يا خالته؟ سيبك من أمي واعملي اللي انتي عايزاه واعملي الحاجة اللي تبسطك خالص. وفعلا طول الفترة اللي كنت قاعدة عندهم كنت بحس إنه هو بيبصلي بطريقة غريبة أوي. ابن أختي ما كانش بيطلب أي حاجة من حد في البيت غير مني أنا، وكمان أوقات ألاقيه قاعد في أوضته وبينادي عليا ويقولي: سيبك من الدوشة اللي برا دي وتعالي اقعدي معايا هنا. وهنا كانت الصدمة بالنسبة لي لما قلتله إن أنا عندي صداع جامد جدا، شوف لي أي حاجة من والدتك أخدها للصبح. لقيته بيقولي: هديكي حاجة هتخلي الصداع يروح من عندك على طول، وكمان هتخليكي فرفوشة وتهزري وتضحكي طول الوقت. أخدتها منه ولقيته بيقولي: انتي شوية وهتبقي كويسة.
وفعلا لقيت نفسي دايخة شوية، لكن بعد كده فضلت أهزر وأضحك معاه، وبقيت حاسة إنه أنا غير في حالتي الطبيعية خالص. والمشكلة إنه كل شوية يقولي صوت ضحكتك عالي، ما ينفعش علشان الناس حوالينا. ما كنتش دريانة وقتها أنا بتكلم في إيه، لحد ما بدأت ألاحظ إنه ابن أختي بيحاول يقرب بطريقة غير مباشرة. والمشكلة إنه أنا كنت حاسة بكل حاجة، بس ساكتة ومش قادرة أتكلم ومش عارفة إيه اللي بيحصل. يوميها نمت وما كنتش دريانة بأي حاجة، كأنه هو كان حلم، فاكرة طشاش بسيط وما كنتش مستوعبة كل اللي حصل. وفضلت مستنية ابن أختي يجي عشان أسأله هو إيه اللي اداهوني وإيه اللي حصل امبارح. كمان لقيته بكل برود بيقولي يعني انتي مش فاكرة اللي حصل؟ قلتله لأ، مش فاكرة حاجة. قالي خلاص أحسن إنه انتي مش فاكرة، وعمال يبصلي ويضحك ويقولي بس بصراحة كنتي عسل قوي. ولما لقيت أختي مركزة معايا وبتقوله هو إيه اللي حصل وإنتي مالك متضايقة ليه، حاولت أكبر دماغي من كل اللي حصل ده وأنسى أي حاجة وأفرح معاها، لأنه كان باقي على فرح بنتها كام يوم بس. لحد بعد يومين لقيت ابن أختي جاي بيقولي بلاش الطريقة بتاعتك دي، أنا اتخانقت مع 2 من صحابي النهاردة بسبب الكلام اللي كانوا بيقولوه عليكي، وبيقولولي ازاي يبقى خالتك بالجمال والحلاوة دي كلها وتسيبها كده. وطبعا اللي عمله يوميها حاجة محدش هيصدقها، واتصدمت طبعا لما لقيته بيحاول يعمل معايا كل اللي حصل ده. ولما قلتله هطلع واحكي لأمك على كل حاجة، لقيته بيقولي اطلعي وقوليلها أنا مش فارق معايا حاجة، وانتي ايه اللي مزعلك؟ ما اللي حصل ده حصل قبل كده. قلتله انت اتجننت، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لقيته بيقولي اه حصل قبل كده، ولقيته مطلع تليفونه وطلع مصورني ومصور كل اللي حصل قبل كده. كنت مصدومة ومش متخيلة انه انا ممكن اكون طلبت منه كل ده. يوميها قلتله ما ينفعش انه انت تصور خالتك بالشكل ده. لقيته بيقولي همسحه قبل ما تسافري، واكيد همسحه لما تسمعي كلامي في اللي هطلبه منك. وانا ساعتها على طول اتخانقت معاه وقلتله احسن حاجة انه احنا بقينا لوحدنا، علشان انا ما كنتش عارفة اتكلم معاك الايام اللي فاتت، وازاي انت تصورني بالطريقة دي. لقيته بيقولي انا مش قصدي حاجة، ولا قصدي طبعا انه انا هددك ولا الكلام الفاضي ده كله، لأنه انتي خالتي وأكيد بخاف عليكي أكتر من أي حد، وانتي تهمني برضه. ولقيته بيقولي أوعدك إنه أي حاجة على تليفوني همسحها، بس اسمعي كلامي المرة دي بس. وكمان انتي كلها يومين وهتسافري ومش هشوفك تاني. وفعلا سمعت كلامه، لأني ما كنتش مصدقة إنه أنا كنت مبسوطة معاه بالشكل ده. واللي حصل يوميها حاجة ما ترضيش ربنا، وعمل معايا كل حاجة. كنت فاكرة إنه الموضوع هيخلص أول ما هاخد بناتي وأسافر على طول، لكن للأسف لقيته إجا يشتغل في نفس المحافظة اللي إحنا عايشين فيها، وبقى كل يوم والتاني عندنا بحجة إنه هو جاي يطمن عليا أنا والبنات، وعايز يعمل معايا نفس اللي حصل قبل كده. وما بقتش عارفة أخلص منه خالص ولا عارفة أعمل إيه. وكل لما أتخانق معاه وأطرده برا البيت يقولي إن هو هيحكي كل حاجة لأختي وهيوريها الفيديوهات والصور ويحكي لها كل حاجة حصلت ما بينا. أنا بجد مش عارفة أعمل إيه
ولا أتصرّف إزاي، خايفة إن أنا أرفض له طلب يروح يفضحني مع أختي.